وكمان انا سمعت ان في برامج مختصه للمواهب الصغيره وكده، فحابين نعرف اكتر برضو البرامج دي بتبقى عباره عن ايه؟ السن السنتين والثلاثة والأربعة بيبقى التمرين بتاعهم بيبقى حاجة زي فاني جيم مثلا، اه مش اللي هو كرة قدم بس، لأن السن الصغير ده أصلا مش هي. بالظبط. لو ادينا له الساعة كاملة اللي هو هيمارس كرة القدم هيتخنق، هو مم. طفل كده. فسن السنتين بيبقى ليه معاملة خاصة، اللي هو ممكن مثلا ربع ساعة ألعاب ترفيهية، ربع ساعة يتعلم ازاي يشوط الكورة، يتعلم ازاي. طبعا ما بنخليش الطفل سن السنتين ده ينط كتير عشان لسه مع العظم ما اه كملش نمو، عشان ما يحصلوش حاجة. وممكن تمام. بنعمل له حاجات خفيفه كده، اللي هو يوقع الكونز، الالوان، اللون دوت كولر دوت ريد جرين مارك كده، فيوقع الكونز يقوم شايط الكره في الجون، يفهم ان ده جون، يفهم يعني ايه ستوب، يفهم يعني ايه شوتنج. انا بعت لحضرتك برضو ايوه بالظبط. ان شاء الله يعني الفيديوهات وحابين للسن الصغير، مم. اللي هم ولد وهو بيشوط الكوره عنده سنتين، ولد بيجري دريبل بالكوره، ما فيش اصلا ما فيش السن دوت ما بيعرفش اصلا يجري بالكوره. فالحمد لله احنا عندنا بنعلم الاطفال السن السنتين اللي هو الجري بالكوره، اللي هو ما فيش اصلا يعني ممكن لعيبه كبار ما تعرفش تجري بالكوره. فالحمد لله في اكاديميات بتبدا من سن 5 سنين وسن 4 سنين، احنا بنبدا من سن سنتين. ما شاء الله. فدي الحمد لله دي ميزه برضه عندنا مش موجوده اصلا في اي اكاديميه في مصر الحمد لله، ولا برضه في الوطن العربي خالص. لان هو السن دوت بيبقى عاوز طولة اكيد بال، اشراف عاوز طولة بال كمان مم. الاطفال عموما. اكيد. الحمد لله يعني انا اصلا بحب الاطفال، اه فهي الفكره جت من فكره السن الصغير ده، جت من ان انا بحب الاطفال، فقلت طالما انا بحب الاطفال فابتدي. فالحمد لله جت يعني، ونزلت فيديو على السوشيال ميديا فجاب مشاهدات، وصل لمليون مشاهده الحمد لله، فجاب يعني مشاهدات، والناس بدات تيجي، فطلبت في كذا مكان يعني الحمد لله، مش صغيرين بس، الكبار برضه لما بقيت اسوق الناس بقت تثق في الاكاديميه، بسوق اللعيبه للانديه. الحمد لله يعني.